السلام عليكم ورحمة الله متابعي قناة الإعلامي أمين نايت العربي عبر اليوتيوب. طاب مساءكم بكل خير. سنتحدث في هذا الفيديو عن آخر مستجدات المدرب الجديد للمنتخب الجزائري وقرارات الاتحاد الجزائري لكرة القدم بخصوص تنصيب لجنة لاستقبال المترشحين لقيادة المنتخب الجزائري في الفترة المقبلة خلفا للمدرب جمال بالماضي الذي رحل عن المنتخب بسبب المسيرة المتواضعة التي حققها في المنتخب الجزائري خاصة في كان كوت ديفوار 2023 والخسارة القاسية أمام المنتخب الموريتاني بعد تعادلين أمام كل من أنغولا وبوركينا فاسو، وهي الخسارة التي عرضت للأسف الناخب الوطني لموجة انتقادات لاذعة من وسائل الإعلام الجزائرية وحتى الأوروبية والعربية. إذا المنتخب الجزائري يمر بفترة حساسة جدا بسبب الإقصاء المر من منافسة الكان، بالإضافة للانتقادات التي تعرض لها الناخب الوطني، قبل أن يؤكد الفصل أنه تم تعيين لجنة لاستقبال المترشحين. هذه اللجنة هي الأخرى أثارت الكثير من الجدل عبر وسائل الإعلام وفي مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة وأن الأمر يتعلق بأعضاء لا يملكون خبرة في مجال التدريب. هناك أعضاء متقدمون في السن، وأرى أن هؤلاء الأعضاء لا يمكنهم أن يقدموا الإضافة للاتحاد الجزائري، ولا يمكنهم أيضا اختيار المدرب المناسب للمنتخب الجزائري في الفترة المقبلة. أعلم جيدا أن هناك بعض الأعضاء، وأنا أحترم كل أعضاء اللجنة المكلفة لاستقبال المترشحين لمنصب المدرب الجديد للمنتخب الجزائري، لا يملكون أي علاقة مع التدريب ولا يعرفون أسماء المدربين المتألقين حاليا في القارة السمراء للأسف. هذا قد يؤثر سلبيا على عمل الاتحاد الجزائري لإيجاد مدرب للمنتخب الجزائري في الفترة المقبلة. الخبر المؤكد هو أن الاتحاد الجزائري لكرة القدم سيجتمع يوم 15 من الشهر الجاري من أجل الإعلان رسميا عن المدرب الجديد للمنتخب الجزائري. إذن تاريخ 15 من الشهر الجاري سيكون موعدا للإعلان الرسمي عن المدرب الجديد للمنتخب الجزائري، الذي سيكون أمام عمل كبير جدا من أجل استرجاع التشكيلة، من أجل استرجاع تشكيلة أو مجموعة مهزومة من الناحية النفسية بعد الإقصاء المر والانتقادات الشديدة التي تعرض لها بعض اللاعبين، خاصة النجوم منهم على غرار رياض محرز، بالإضافة إلى بعض اللاعبين الذين لم يرتقوا لمستوى التطلعات. للأسف الطاقم الفني والمدرب الجديد سيكون أيضا أمام عمل كبير لاسترجاع ثقة اللاعبين ودمجهم مع المجموعة، خاصة وأن الوقت ضيق جدا من أجل العودة إلى سكة الانتصارات، خاصة وأن أيضا المنتخب الجزائري تنتظره دورة ودية بطابع رسمي شهر مارس المقبل هنا في الجزائر، من أجل استرجاع المعنويات، من أجل تحقيق نتائج إيجابية، من أجل الاستعداد الذهني تحسبا لمنافسة كأس أو تحسبا لمنافسة تصفيات كأس إفريقيا وتصفيات كأس العالم، التي تعتبر من بين الأهداف الرئيسية للمنتخب الجزائري في الفترة المقبلة. إذا الكل يعلم أن المنتخب الجزائري للأسف يمر بفترة صعبة بسبب الإقصاء المر، بسبب الانتقادات، بسبب الكثير من المشاكل التي حدثت في المجموعة في الآونة الأخيرة، ولكن يجب نسيان ويجب طي صفحة الماضي والتفكير في الفترة المقبلة التي ستكون أكثر أهمية، خاصة وأن التأهل لمنافسة كأس العالم سينسينا كل هذه الأمور، سينسينا كل هذه الذكريات السيئة. أيضا التأهل لمنافسة كأس إفريقيا في المغرب أيضا سينسينا الكثير من الأحزان التي عانيناها هذا الشهر، والإقصاء المر من منافسة كأس إفريقيا بالكوت ديفوار. وعلى هذا يجب علينا أولا كإعلاميين الالتفاف حول المنتخب أولا، ودعم التشكيلة الحالية ودعم المدرب الجديد، إن شاء الله يكون في مستوى تطلعات، إن شاء الله تكون له خبرة على المجال الافريقي، ان شاء الله ايضا تكون له موافقه من طرف اللاعبين، لانه اذا كان مدرب لا يملك الموافقه
لا يملك يعني الثقة من طرف اللاعبين، فإن الأمور ستكون صعبة جدا لإعادة المنتخب الجزائري إلى السكة. وهذا ما حدث مع الكثير من المدربين السابقين الذين يعني كرههم اللاعبين ولم يعني يعطوا لهم الثقة اللازمة. وهذا ما جعل البعض يعني يخرج من الباب الضيق على غرار رايفاتس الذي يعني هناك أخبار أنه يعني لم يلقى الثقة الكاملة من كل هذه اللاعبين. نتمنى أن مثل هذا التصرفات إن شاء الله ما تكونش في المستقبل، خاصة وأن المنتخب الجزائري هو منتخبنا الوحيد والذي نشجعه إن شاء الله، والذي قد يعني يعود لسكة الانتصارات بحول الله في أقرب وقت ممكن. أظن أن الدورة الودية التي ستقيمها الجزائر شهر مارس المقبل في عنابة ونيلسون مونديلا هي مهمة جدا من الناحية النفسية لاسترجاع ثقة اللاعبين أولا، والمضي قدما نحو سكة الانتصارات التي ستفيد التشكيلة من الناحية النفسية. إذا كان هذا خبر تاريخ إعلان المدرب الجديد للمنتخب الجزائري، والذي سيكون إن شاء الله في 15 من الشهر الجاري. نتمنى أن يكون المدرب يملك خبرة ويملك باع كبير في القارة الإفريقية، ويملك أيضا يعرف جيدا اللاعبين، يعرف جيدا نقاط قوة وضعف اللاعبين الذين نملكهم حاليا، يعرف أيضا اللاعبين القادرين على تقديم الإضافة في الفترة المقبلة. إذا كان هذا فيديو بخصوص خبر الإعلان الرسمي عن المدرب الجديد أو عن تاريخ إعلان الناخب الرسمي الجديد للمنتخب الجزائري. نلقاكم في موعد مقبلة بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله.